صباحكم فل. النهارده اعمل لكم الكبده الاسكندراني. انا بحب اعملها في الايام اللي بكون مستعجله فيها او ماليش نفسي اعمل حاجه. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي مريت، وما تنسوش انكم تعملوا اشتراك في القناه وكمان لايك على الفيديو. هحط شويه زيت حلوين كده كتير يعني لان الكبده بتحب الزيت، وبعد كده هشوح الفلفل الاخضر الاول حوالي 3 4 فلفلات كده بالنسبه لنص كيلو من الكبده الاسكندراني. دلوقتي نص كيلو الكبده ده انا متبلاه قبل الوصفه بساعه، حاطه فيه توم مهروس وكزبره وكمون فلفل اسمر ومعلقه كبيره من الخل. مش بحط ملح في التتبيله، لا بحط ملح وانا بسوي الكبده قبل ما تستوي في الاواخر كده. بديها صدمه، بقلبها على الناحيتين ومش بقلب كتير. وفي الاخر قبل ما تستوي ب10 دقايق هحط معلقه صغيره مليانه شويه من الملح ونص معلقه كمان. وقبل بقى ب5 دقايق لما اطفي النار كده بحط معلقة صغيرة من الخل، وابتدي ان انا اقلب كده واسيبها 3 دقايق على النار، وبكده هتكون جاهزة. وقت التقديم بقى بعصر عليها نص ليمونة، وبكده تكون جاهزة معايا احلى كبدة. وطبعا الفلفل الاخضر ده انا كنت حاطة معاه فلفل حراق. وبس كده، بالهنا والشفا، واشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي. متنسوش تعملوا شير وانكم تشتركوا في القناة وتتابعوا الصفحة على الفيسبوك. باي باي.